مقادير العجينة: كوب مية مع كوب لبن، والخليط هذا لازم يكون دافي علشان الخميرة. حطيت عليهم 3 ملعق من السكر ونص ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة. حطيت عليهم كوبين من الدقيق ونخلط المزيج هذا مع بعض. اللبن تقدروا تستبدلوه بالحليب أو بالزبادي، ولكن اللبن ديما يساعد في التخمير وبرضو أسهل في استخداما من الزبادي. غطيت الخليط هدايا لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة، لازم عشان نتأكد من تفاعل الخميرة، وهذا يساعد في اختمار العجينة بعدين أكتر. الملح ديما ضيفوه على الدقيق الأول وبعدين نزلته على العجينة. ما تحطوش الملح على الخميرة مباشرة لأن ما يحبوش بعض. وحطيت نص كوب من الزيت. لميت المكونات كلها مع بعض وبعدين بديت نعجن في العجينة بإيدي. مقدار الدقيق يجي من 3.5 إلى 4 كوب من الدقيق. لو كان بتديري بيتزا زي اليوم خلي عجينتك رطبة شوي، أما باقي المعجنات خليها تكون متماسكة أكتر. تمام؟ يعني البيتزا تكون أحلى وأفضل لما تديريها رطبة شوي عجينتها. دهنت العجينة بزيت وغطيتها. لازم العجينة تكون مغطية وفي مكان رطب، مش مهم أن يكون مكان دافي، بس لازم تكون مغطية كويس كويس. وهذا شكلها بعد ما تخمرت. طبعا لازم نتأمل جمال الاختمار قبل ما نشتغل عليها. نزلت العجينة على الكاونتر عندي، لميتها على بعض الأول وبعدين قسمتها. يعني أنا منحبش ننزل خميرتها بالكامل صراحة، فقسمت العجينة على 4 علشان أنا بندير 4 أشكال من البيتزا. الشكل الأول راح يكون بيتزا جرينات، قطعتهم صغير بالشكل ده. لو أنتم دقيقين تقدروا توزنوها بالميزان، وفردت كل حبة بالدرابة يكون أفضل وسطحها يكون متساوي. لما نحط بيتزا الأقراص على الطاجين يكون مدهون بالزيت ومرشوش عليه دقيق، أفضل بواجد من ورق الزبدة. دهنتها بصلصة البيتزا. طريقة الصلصة موجودة في الصفحة، ورشيت عليها جبنة موتزاريلا، شيدر، زيتون، فلفل حار، وأي شيء أنتم تحبوا تحطوه على البيتزا. ولازم أن تغطوها وتخلوها ترتاح لمدة ربع ساعة. وقبل ما ندخلها على الفرن ندير لها ثقوب بالشوكة هكي علشان ما تنفخش عندي. الفرن يكون مسخن على أعلى درجة حرارة من فوق ومن تحت، ونحطها في الرف اللي من تحت وهي طبعا ما تعطلش. ولازم نحط لها طبعا أنا مربع من جبنة الشرايح ندوبة شوي في الفرن، ورشيت عليها زعتر فلسطيني، وانتي تقدر ترشي اللي تبيه، مثلا نعناع مجفف أو زعتر بري اللي تحبيه. وهذا شكلها بعد ما طابت، خاوية وخفيفة جدا. البيتزا الثانية بيتزا السلامي محشية الأطراف بالجبنة. نفردها رقيقة. دهنت الطاجين بالزيت ورشيت عليه دقيق، وقست الطاجين متاعي. قصيت العجينة تكون أكبر من الطاجين شوي. سويت العجينة في الطاجين وحشيتها بجبنة مثلثات. في العادة نحب نحشيها بجبنة مثلثات، بس تقدري تنوعي في الأجبان، مثلا تستعملي جبنة شيدر الكريمية أو تستعملي جبنة موتزاريلا وبس. سكرتها بالأطراف بالطريقة هذه علشان تكون فيها زينة. فناخذ نقرص العجينة بإيدي بالشكل هدايا وننزلها على العجينة بالطريقة هذه. شوفوا كيف شكلها، تقرصيها وتنزليها، وتقدري تحطي دقيق على أصابعك علشان ما تلصقش فيك العجينة لحد ما نكمل اللفة بالكامل. لازم نساوي قرص العجينة قبل ما نحط الصلصة. زدت ضغطت عليها من الجوانب علشان نحدد التشكيلة متاعها، لأن بعد ما تتخمر مرات التشكيلة متاعها تختفي. ودهنتها بصلصة البيتزا. يا بنات لازم صلصة البيتزا تكون في درجة حرارة الغرفة أو تكون دافية شوي، لا تكون مصقعة ولا تكون ساخنة لما نحطوها على العجينة، لأن احنا هيك راح نزعلوا الخميرة متاع العجينة، عرفتوا. وحطيت عليها خليط من جبنة الشيدر والموتزاريلا وريحتها لمدة 3 ساعة، وبعدين طيبتها في فرن مسخن على أعلى درجة حرارة من تحت بس. قبل ما ندخلها لازم ندير لها ثقوب بالشكل هدايا، وبعدين نعطيها شوي تحميرة من فوق، نشغل عليها الفرن من فوق. وهذا شكلها بعد ما طابت، روعة. لازم من خلطة الجبنة يا بنات، أفضل شيء تديروه للبيتزا أن تعطوها خلطة جبنة يكون أفضل، عرفتوا. يعني ديما ديروا جبنة شيدر وموتزاريلا. النوع الثالث بيتزا رول. فردت العجينة على شكل مستطيل كبير ودهنتها بصلصة البيتزا. حطيت عليه زيتون أخضر، زيتون أسود، فلفل أخضر طبعا، ورشيت عليه أجبان. وأحلى حاجة تحطوا جبنة شرايح معاها. ولفيتها. لازم طرف العجينة ما يكونش مدهون بالصلصة علشان نعرف نلصقها كويس. وبس قصيتها باستخدام السلك بالشكل هدايا. ولازم ان احنا لما نحطها في الطاجين يا بنات لازم انها تتخمر لمدة نص ساعة، يعني لازم انها ترتاح لمدة نص ساعة. حطيتها على ورق زبدة. تقدروا انكم ترتبوا الحبات كل حبة بروحها، ولكن انا المرة هذه حطيتهم في طاجين كامل ولصقتهم في بعض. مهم جدا نغطيها بنايلو ونخليها نص ساعة ترتاح، تطيب في فرن مسخن من تحت الاول وبعدين نحمرها من فوق. وهذه شكلها بعد ما طابت، روعة
بكل معنى الكلمة، ونوع من التغيير. يعني معجناتك حلوة وخفيفة، نبيكم تشوفوا كيف العجينة خفيفة وكيف هشة، روعة جدا. بس المهم يا بنات لازم تتخمر نص ساعة علشان تطيب العجينة من داخل. شوفوا شكلها من داخل روعة. طبعا تقدري انت تتفنني وتحشيها بالحاجات اللي انت تحبيها، عرفتي؟ بس أفضل إن تحميرها من فوق يكون أقل من اللي أنا حمرتها، يعني يكون أحلى شكلها. شوفوا العجينة روعة. الشكل الرابع من البيتزا، هذه البيتزا اللي تنقد فيها ديما. فردت العجينة مستطيل كبير على كبر الطاجين، يعني خذي الطاجين اللي يجي مع الفرن، عرفتوه هذا هو. تفردي عليه العجينة وتقصيت الأطراف ودهنتها بالصلصة، وجيت عليه 3 أقسام. حطيت في النص دجاج طايب وزيتون، في تلت العجينة زيتون، والتلت الآخر حطيت فيه فلفل، وطيبتها على درجة حرارة عالية من تحت بس. تمام. وبعد ما طلعتها من الفرن رشيت لها جبنة موتزاريلا وشيدر، ورجعتها على الفرن شوية عشان دوبت الجبنة، وخديت بسكينة مررتها على خفيف بدون ما نقص الأطراف. مررتها شوية من فوق علشان يسهل علي أنني نطبقها، ونضغط عليها شوية ونقلبها. والبيتزا هدي بيتزا اللي يقدموا فيها في الأفران حرفيا أحلى بمراحل من اللي نشوفه فيها في الأفران. يعني حاجة خيال، وسهلة وسريعة، وتجي منها كمية كبيرة، عرفتوا؟ روعة. وانتي تحشيها باللي تحبيه عاد، تحطي مرات تن وبيض مطبوخ، تحطي لحم مفروم، تحطي بس خلطة بيتزا بس بدون دجاج، بطاطا مقلية، اللي تحبيه. تطلع حاجة خيال، تشبه السويس رول الحلو. وبس، هذه كانت وصفاتي لليوم. تفضلوهم وصحتين عليكم.